جوزي قال لي يلا عشان تفضلي السطح عشان خلاص هنبني. طبعا انتوا عارفين ان ده بيت اهل زوجي وخلاص، هما يعني ربنا يا رب يسهل لهم كده وهيبنوا خلاص. فطبعا كتر خيرهم كانوا سايبين لي السطوح طول السنين اللي فاتت دي 7 سنين، وطبعا خلاص ان الاوان بقى ان هم يعمروا كده ويبنوا بيتهم. فقلت خلاص ماشي. قال لي فضلي بقى كل حاجه. طبعا عايزه اقول لكم العشه دي دول عشتين، انا عندي 2 اللي هي التقفيصه اللي احنا شايلينها انا والعيال دي تقيله جدا وتهمه جدا. انا بس اللي مسرعه الفيديو، كنا عايزين بقى ننزلها تحت، تقولي طب وبعد ما تنزليها تحت مش هم يبنوا تحت؟ بصوا يا جماعه انا مش عارفه اعمل ايه حقيقي، انا مش عارفه اعمل ايه. بس اللي هو قال لي فضلي السطح، فانا رحت نزلت الحاجه واشوف بقى لما اشوف هيعمل ايه ولا هيقول ايه. بس مش هين عليا ارمي الحاجه قوي، مش هين عليا ارمي حاجتي بصراحه. يعني العيشش والحاجات دي كنت بربي فيها الفراخ الصغيره، ولا زلت يعني لازلت انا محتاجاها بربي فيها الكتاكيت الصغيره وكده. فمش هينفع ان انا يعني ارميهم او استغنى عنهم. طبعا السطح زي ما انتم شايفين قدامكم كل ده عاوز يتنضف يتفرمط. مطلوب بقى مني، طب هتقولي لي انت قدامك مهله قد ايه؟ انا قدامي مهله شهر بس. يعني في خلال كام يوم كده هيبدأوا تكسير وحاجات معينة، بس البونة كبونة قدامه شهر. طيب هل انا في الشهر ده هلحق اخلص هنا وهنا؟ اللي انتوا السطح اللي انتوا شايفينه ده الشقة بتاعت حماتي اللي قصاد دي، والسطح اللي فوق هلحق اخلص الاتنين؟ وكل الكراكيب دي هوديها فين؟ مش عارفة اودي كراكيبي فين، مش عارفة والله العظيم. بصوا انا سايباها على الله وان شاء الله هيبقى ليها حل. طيب احنا انا والعيال نزلنا عشه، فهم تعبوا بصراحه صغيرين برضو. فقلت لانس يا ابني تعالى ايه نزل معايا. طبعا طلع عيني وقعدت صوتي طلع وقعدت اتحايل عليه قد كده. بس يلا خير مش مشكله، عادي عادي. اهم حاجه بتاع العشتين نزلوا. بس والله العظيم انا نزلتهم ومعارفه هعمل ايه بعد كده. بس اللي هو انا بفضله بس السطح الاول. طب ماشي، ما بعد ما افضله السطح هيحتاجني ان انا افضله الحته دي الشقه اللي هنا دي اللي قصادي هفضيها برضو. بس مش عارفه اودي فين الحاجه والله العظيم. يلا ما علينا، خير خير يا جماعه ان شاء الله. يعني هتشوفوا بقى البيت حاجه تانية بعد كده والحته دي خلاص هتتقفل بقى وهتتبني ويعني ايه التراب بقى والحاجات اللي كانت بتجيلي منها والمنظر اللي هو الكركبه والحاجات دي انتوا خلاص مش هتشوفوها تاني. انتوا بصوا يا جماعه في نقله تاريخيه هتحصل في حياتي في خلال الشهر ده. استنوني ان شاء الله هتبقى يعني نقله للاحسن وللاصلح، مصلحه ليا وللجميع. هنا نزلنا البتاع وتقيله تهمه والله العظيم. بصوا انا دراعي كان هيتكسر هنا. الواد رماها رميه، اقول ايه؟ طيب اقول ايه؟ يلا ما علينا. هنا بقى زي ما انتم شايفين احمد حاطط لي مواسير الستاير كده، كان بيلعب معرفش بيلعب عقله ولا بيعمل ايه. فانا عايزه اجيب عشه منهم هنا في الجنب ده واخلي عشه هناك في الناحيه التانية مؤقتا يعني لحد ما نشوف هنعمل ايه. بصوا الدنيا. حتى العيال ما هنش عليهم ان هم يجوا بقى يشيلوا معايا، بقيت انا عماله اجر كده زي ما انتم شايفين وتقيله وتهمه. بس هعمل ايه خلاص كل حاجه لازم اعملها مع نفسي. ده انا عايزه اقول لكم عشان ينزلوا معايا الحاجات دي قعدت اتحايل عليهم قد كده. يلا ربنا يهديهم ويصلح حالهم والله. المهم قبل ما نبدا بقى الفيديو بتاعنا ما تنسوش تحطوا لايك لا عليك يا اختي حطي لايك ماشي. حطي لايك بقى يا اختي واشتركي في القناه لو لسه مشتركتيش، وفعلي زرار الجرس وشيري الفيديو. بالله عليك حطي اللايك، ما تنسيش بقى تحطي اللايك وعايزه يعني كلكم تشتركوا. عايزه كل الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي تدوس على اشتراك. ممكن كلكم تشتركوا معايا ماشي. ممكن كلكم تكتبوا الكومنتات، اي كومنت اي حاجه، اكتبي اي حاجه ترفع الفيديو. على فكره الكومنت واللايك والاشتراك والشير والحاجات دي يعني ايه بتخلي الفيديو يشتغل ويبقى متفاعل كده واليوتيوب يعرضه. فاهمين قصدي؟ لكن ولا لايك ولا اشتراك ولا شير ولا كومنت خلاص الفيديو بيموت وتعبي انا بقى بيروح بيفطس. فبالله عليك يا اختي ما تضيعيش تعبي وحطي لايك. ويعني ايه جاملي اختك كده، جامليني مجامله ليا ماشي. جزاك الله كل خير. هنا بظبط العشه بتاعتي. انا فكرت ابيعهم، بس مين اللي هيشتري حاجات زي كده؟ ما اعتقدش ان حد هيرضى يشتريهم يعني. وفي نفس الوقت مش عايزه ابيعهم عشان بعد ما نبني
في اخر سطح بقى خالص هبقى اطلعهم تاني، بس في السطوح الدور الاخير خالص بعد ما نخلص بنا خالص، يعني بعد ما اهل زوجي يخلصوا بنا خالص عايزه بقى اطلعهم فوق على السطح خالص، مش عايزه ابيعهم هينفعوني برضو. طب صليتوا على النبي يا ولاد، يلا بينا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. في هنا عشه تانية اهي زي ما انتم شايفين، دي هحطها هناك بقى، هحطها في الناحيه التانية. بصوا تقيله برضو تهمه، بقيت عماله اشيلها كده زي ما انتم شايفين، اجرها كده زي ما انتم شايفين. اصل هعمل ايه؟ طيب هنعمل ايه؟ دي بقى انا هحطها هناك الناحيه اللي في الوش ده، علشان في هنا ايه اوصل السلك بتاع الكهرباء من المنور، في فيشه في المنور، فاوصل السلك بتاع اللمبه من ايه من المنور، عشان هحط الكتاكيت بتاعتي اللي في البلكونه هنا. ده انا هتشحطط شحطيطه ما يعلم بيها الا ربنا. استنوني بس هتشوفوا العجب الوقت. انا متشحططه يا جدعان، متشحططه حقيقي. بس يلا مش مشكله، عادي عادي يعني. كل واحد يعني كل واحد مثلا كان بيستنفع بحاجه بتاعت مش بتاعته، بتاعت غيره، اكيد هيجي الوقت ان صاحب الحاجه دي هيحتاجها. فانا كنت متوقعه اليوم ده من زمان يعني، ومستنيه عادي، مش متضايقه او حاجه، بالعكس كل واحد حر في حاجته. بس بقى ايه ضغط عليا انا بقى، جات لي الموضوع جالي فجاه، بس عادي مش مشكله. هنا بقى انا بكنس مكان العشه اهو. عايزه اروق بقى كل الكراسي والانتريه اللي هناك دوت، برضو مش عارفه احطه فين. ليله كبيره قوي يا ولاد. كل الحاجات دي طبعا انا هنزلها بقى مع نفسي، والعيال لو حنوا عليا كده حد ينزل معايا حاجه تقيله ولا حاجه، الحاجات التقيله، لكن الحاجات الخفيفه هنزلها مع نفسي او هشوفها، ما اعرفش احطها فين لسه والله، سايبها على الله ونعم بالله. هنا بقى كنت كنست الارض عشان هروح اجيب الكتاكيت من البلكونه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. استغفرك ربي واتوب اليك، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حابه في الفيديو ده يا جماعه اشكر يعني كام واحده كده من المتابعات، اخواتي وحبايبي، متابعات وغير المتابعات. يعني عايزه اقول لكم الناس دي يعني على راسي كده، ناس جميله قوي في حياه الواحد والله العظيم. بصوا يعني الناس دي مين هم؟ الاربعه دول او خمسه. اول واحده ايه ده بقى 20%. اول واحده ام عبد الله، يا رب تكوني سامعاني دلوقتي يا ام عبد الله. اي واحده فيكم يا جماعه تسمع اسمها تكتب لي في الكومنتات. ام عبد الله واقفه معايا وقفه حلوه جدا، وام ايمان واقفه معايا وقفه حلوه جدا، وام محمد واقفه معايا وقفه حلوه جدا جدا جدا. كل الناس اللي انا بحكي لكم عليهم دول، يعني في الفتره الاخيره دي انا نفسيتي تعبانه يا جماعه، نفسيتي تعبانه ومضغوطه وحاجات كتير قوي. مش كل الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي حاسين بيا، مش كل الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي عارفين انا فيا ايه. فالواحد تعبان الحمد لله، ربنا يشفيني يا رب ويشفي كل مريض، تعبانه. فدول اكتر حد قريب مني الفتره الاخيره دي وحاسين بيا كده وواقفين معايا والله بجد، كتر خيرهم. ام عبد الله وام ايمان وام محمد واختي منى وليالي ومجدي. الناس دي جميلهم فوق راسي، انا ما اقدرش ابدا انسى وقفتهم معايا، بجد واقفين معايا قوي يا جماعه. وطبعا دول في المقام الاول او في المرحله الاولى، ويجي بقى بعد كده ناس كتير برضو من المتابعات، اخواتي وحبايبي واقفين معايا برضو، بيدعموني وبيكتبوا لي كلام حلو وبيتواصلوا معايا وبيسالوا عليا وبيشجعوني. فبجد الناس دي جزاكم الله كل خير. حبيت بس اشكركم في الفيديو ده. تعالوا هنا بقى للفراخ بتاعتي، الكتاكيت بتاعتي. يا اختي يا اختي يا اختي انا يما، يلا الحمد لله. هطلعهم بقى من البلكونه لان خلاص الريحه وحشه، وانس بيقول لي يا ماما طلعي القرف ده من البلكونه، الريحه زي الزفت. هي فعلا الريحه وحشه جدا والدنيا صيف، بس انتوا عارفين اللي هو الواحد لما يكون بيحب حاجه وبيتصرف وخلاص مش عارف هو تصرفاته صح ولا غلط. بس طبعا تصرفاتي دي غلط 100%. شوف الدبان اصلا حواليا عامل ازاي، ما ينفعش اللي انا بعمله ده والله العظيم ما ينفع خالص. بس اللي هو
ما عنديش مكان، يعني انا ما عنديش مكان. بقول لزوجي والله بالمره بقى وانتوا بتبنوا كده ابني لي بس اوضه بتاع ده، حاجه صغيره كده تحت السلم عشان احط فيها. قال لي لا ما ينفعش طبعا، ازاي هنحط في مدخل البيت فراخ؟ قلت له يبقى حاجه مقفوله. قال لي لا مرضيش، قال لي لا مش هينفع اعمل اللي انت بتقولي عليه ده. فهيفضل برضه يبقى الوضع على ما هو عليه، وهنفضل برضه مش عارفه اعمل ايه في الكتاكيت بتاعتي، واحط فراخي فين بعد كده؟ ما عنديش عشه، ما عنديش مكان ليهم. في نفس الوقت مش هينفع بقى احط حاجه في الشقه تاني، لان خلاص شقتي هنضفها بقى وهتنضف، والشقه دي برضو كمان مش هينفع احط فيها حاجه تاني لان هم خلاص هيبنوها، فمش هينفع. فهنا شوفوا جبت الكتاكيت مؤقتا، بس اللي هو ايه، هو جوزي امبارح قال لي خلاص ما تجيبيش حاجه تاني بقى، ما تجيبيش ولا فراخ ولا كتاكيت ولا اي حاجه تاني خلاص. قلت له ليه؟ قال لي خلاص هنبني. وقال لي ليه هنبني؟ خلاص بنقول لك هنبني. قلت له ماشي بالراحه بس علينا شويه يا عم الحاج. اللي هو من امبارح وانا عماله افكر اودي الحاجه دي فين، طيب اوديها فين؟ ماشي الفراخ البيضه دي هتكبر ان شاء الله في خلال الشهر ده، هتكبر وخلاص وهنستعملهم ونحطهم في الفريزر. طيب الفراخ البلدي بقى، عندي فراخ بلدي فوق وعندي ارانب وعندي بط بلدي، دول بقى مش عارفه بجد احطهم فين ولا اعمل فيهم ايه. مش عارفه هبيعهم بقى ولا ايه. ما بحبش ابيع الطيور اصلا، لان ببقى والله العظيم الطيور دي ببقى تعبانه فيها جدا ومكلفاهم ومأكلاهم ومشرباهم. فما بحبش ابيع الطيور بصراحه، ما بيهونش عليا، بقول لا خليهم للعيال احسن. صليتوا على النبي يا اولاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. يلا كلنا ندعي دعاء سيدنا يونس في بطن الحوت: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. نفسي يبقى عندي مكان للطيور، بيت خاص بيا، نفسي قوي بجد. نفسي اشتري بيت قديم كده، بيت قديم ويبقى ده بيت الطيور بعيد عن البيت اللي انا عايشه فيه خالص. ايه رايكم؟ جات لي الفكره دي قوي، حلوه فكره جميله، بس عشان اشتري بيت قديم عايز له مبلغ كبير قوي، مبلغ وقدره 500,000 جنيه. اه والله زي ما بقول لكم، مش بيت كمان، ده ممكن شقه بس. البيوت غاليه جدا، حتى لو بيت قديم يقول لك مثلا ب1,000,000 جنيه. اه والله حتى لو بيت قديم ومتهالك جدا يقول لك لا يتباع ب1,000,000 جنيه، ويبقى صغير خالص كده، نص قيراط ولا حاجه. فخير خير يا جماعه ان شاء الله. بس انا بحب الطيور أوي، بس هي فعلا ما ينفعش تتربى في وسط البشر تاني، ما ينفعش تتربى في المكان اللي انا عايشه فيه. نفسي يبقى عندي مزرعه، نفسي، بس يلا بقى مش مشكله، مزرعه حته واحده. احلام يا ولاد، ده احنا بنحلم. المهم هنا البيطري جالي وجا من كام يوم كده، ادى للفراخ دي، الفراخ البيضه دي اداهم تحصينه كده، حقن حقن. فالمهم الست اللي انا شاريه منها قالت لي هيجيلك برضو كمان يومين 3 كده ويديكي برضو ايه جرعه تاني من مش عارفه مضاد حيوي ولا ايه، تحصينه كده، حقنه بيدالهم في فخدتهم. فالمهم ايه، البيطري لما جه بقى قال لي الميه حطيها لهم، اعليها. بقول له اعليها ازاي؟ انا حطها على بلاط. قال لي لا حطي بلاطتين فوق بعض وبعدين حطي الميه. المهم انا جيت هنا عملت كده، لقيت الكتكوت مش شايف اصلا الميه، ما يعرفش ان هي ميه، مش طايلها. هتشوفوا الوقت، اصبروا بس عليه. ثم هنا بقى خلاص اول ما نقلتهم البلكونه، المكان هنا بقى واسع عليهم وحلو، واخدين راحتهم في المكان وبيتحركوا براحتهم، فبياكلوا اهو. لسه بقى رحت انا دلوقتي عامله لهم ميه، يعني مش هتاخر، انا جايه على طول. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الكتاكيت دي يا جماعه عمر 10 ايام، لا ما كملوش 10 ايام، عمر 8 ايام، 8 ايام. فطبعا لسه بدري عليهم، لسه بدري وبدري بدري، عايزين شهر ولا حاجه، قدامهم شهر. خير خير ان شاء الله، بعد العيد يعني، على بعد العيد كده ان شاء الله. المهم هنا انا جبت لهم الميه وايه، جيت بقى هسمع كلام البيطري وهعمل بنصيحته. الفراخ مش عايزه تشرب، مش شايفه اصلا، مش فاهمه ان دي ميه. او بصوا انتوا لو تلاحظوا، انا واقفه بشوف كده هيشربوا ولا مش هيشربوا، عشان لو مش طايلينها هنزلها لهم شويه. بس احنا مش هينفع يعني ان انا في الحر ده ارفع عليهم الميه وهم مش شايفينها، هيموتوا من العطش اصلا. الجو حر قوي النهارده، يقولوا في انفجار شمسي. ايه انفجار شمسي دي؟ مش عارفه والله.
اهي ادي الكتاكيت بتاعتنا اهي. بصوا هنا حطيت لهم بقى الميه فوق، هي عاليه مش شايفينها وهم عطشانين دلوقتي، طول ما هم الفراخ بتاكل تبقى عايزه تشرب مع الاكل، بس هم مش شايفين الميه، مش عارفين ان دي ميه. فانا قلت لا، ولا حرام يعني هنعذبهم ليه؟ هنزل الميه على ما يتعودوا عليها، ابقى ارفعها لهم شويه كمان، حاجه بسيطه يعني، مش هرفعها لهم قوي كده. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، استغفرك ربي واتوب اليك، لا حول ولا قوه الا بالله. بصوا اهو في كتكوت اهو شافها، بس برضو مش عارف، مش مدرك ان دي ميه. بصوا اهو واحد بس بس برضو مش عارف يطول. بصوا يا عيني، لا لا، انا هنزلها ولحد ما يتعودوا عليها. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، استغفرك ربي واتوب اليك يا رب. هنا شوفوا لما نزلتها على الارض خلاص بقى فهموا وشافوها، هيجوا الوقت جري عليها. بصوا اتكوموا على الميه ازاي، سابوا العلف وراحوا عند الميه ليه؟ لان شافوها وهي في مستواهم. هتقولي لي طب ما تخليها في مستواهم على طول، لا، هو البيطري قال لي من مصلحة الفراخ البيضاء ان هي تشب وهي بتشرب، عللهم الميه. ماشي زي بعض، يعني ايه، نسمع كلام الناس اللي هي تخصصها كده. قلت له طب علي برضو العلافه، قال لي لا، العلافه اصبري شويه كام يوم كده وارفعها لهم سنه كده على الارض. البيطري قال لي حط لهم في الميه زبادي وعسل اسود. عملت عسل اسود بس لسه ما اشتريتش زبادي، ابقى اشتري لهم برضو علبه زبادي واحطها لهم. قال لي بس لو العسل والزبادي عمل لهم اسهال وقفي فورا. قلت له ماشي. عايزه اقول لكم ما شاء الله من ساعه الحقنه اللي عطاها لهم دي وهم كلهم نشاط وحيويه كده، وظبطتهم بصراحه. بصوا شكلهم عسل او كيوت كده وامراض ما شاء الله. هنا انا رفعت الميه تاني بس حطيتها لهم يعني ايه، هحطها لهم على طوبه كده، على قالب طوبه، هتبقى ايه، رفعاها بس هتبقى واطيه شويه، بس ايه هما كده ايه شافوها وعرفوا ان دي ميه، خلاص اتعودوا عليها وشربوا منها كذا مره وخلاص عرفوا ان دي ميه. فهو بقى كده قال لي كده لازم الفراخ تشب وهي بتشرب وهي بتاكل برضو، بس مش دلوقتي، لما يبقى عندهم كده ايه 12 يوم ولا 13 يوم إيه، نرفع لهم العلافات شويه برضو عن الارض. اهو كنت هنا بدور على قالب طوب، هوطي لهم بقى الميه شويه. بص
بصوا هياكلوا بقى ويشربوا يبقوا منبسطين اخر انبساط، منشكحين اخر انشكاح، فرحانين اخر فرح. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبس يا جماعة، خلاص كده الفيديو بتاعنا خلاص خلص. أشوفكم على خير في فيديو جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا في حفظ الله، مع ألف سلامة.